تعالوا مع بعض نعمل النهاردة أجمد شاورمة فراخ تحفة، هتنافس أجمد مطاعم بتجيبوا منها شاورما. بجد طعمها لذيذ بتتبيلة تحفة جدا، وكمان هنعمل معاها التومية الكريمي اللي الشاورما ما تخلاش من غيرها. بجد طعمها رهيب بضمانة ايدينا في البيت ونظافتها. تعالوا نبدأ ونشوف الطريقة مع بعض. أول حاجة هنا معايا كيلو من صدور الفراخ، غسله كويس ونقعاه في محلول ملح، وبعدين قطعته مكعبات صغننة بالشكل ده. هاخد عليه كوباية الا ربع من الزبادي، وحبة بصل، فصين توم، ونص ليمونة. معنا بقى معلقة من الكزبرة، الكمون، الفلفل الاسود، بهارات الفراخ، ومعلقة من الملح، وكمان هاخد شوية من الكركم. هضيف كل المكونات دي كلها مع بعض في الخلاط، وهاخد عصرة الليمون، وبعدين هاخد نص قشرة الليمون هضربها مع المكونات دي. النص قشرة الليمون دي بتدي ريحة جميلة جدا للشاورما. بعدين بقى هحط الفراخ بتاعتي في بولة كبيرة، وهنزل عليها بالتتبيلة. ولو عاوزين تشتغلوا فيها كده على طول في التسوية اشتغلوا، لكن انا بحب اسيبها تتشرب من التتبيلة ساعة ل3 ساعات. تعالوا بقى مع بعض نحضر التومية الكريمية التحفة اللي ما ينفعش ناكل الشاورما من غيرها. هنبدأ الأول كده معانا في أي طاسة، هننزل بكوباية مية كبيرة عليها 4 معالق من النشا، معالق هرمية، وبعدين هنقلبهم كويس على البارد عشان النشا بيكون ماسك تحت زي ما انتوا شايفين كده. بعدين بقى هنرفعها على النار ونقلب تقليب مستمر لحد ما تلاحظوا اتحولت كده زي المهلبية أو قوامها مسك أكتر. بس هي كده خلاص، دي الخطوة دي خلصت معانا. بعدين هنحطها في طبق أو تسيبها مكانها لحد ما تبرد. هنيجي بقى في الخلاط هنضيف 1.5 معلقة من الخل، 4 معالق من الزيت، ومعلقة من عصير الليمون، وكمان هنزل بربع كوباية من الزبادي، وممكن تحطوا بدل الزبادي مايونيز. وهنضيف عليها نص معلقة من الملح، و4 معالق من الحليب. نضرب بقى كل المكونات دي مع فص توم، انا ما بحبش اكتر فيها التوم كتير، وممكن احط نص فص توم كمان. وبعدين هنزل عليها بخليط النشا اللي احنا عملناه، وبنفضل نضرب فيها زي ما انتوا شايفين. ضفت عليها بقى نص كوباية زيت بالتدريج وهي بتتضرب علشان تمسك معانا ويطلع قوامها كريمي زي ما هتشوفوا كده. دي طبعا الكاميرا كانت مطفيه وانا بصبها. ده قوامها بعد ما اتضربت على طول، ولكن هي هتمسك فيما بعد بعدها بشويه. تمام. هنعمل بقى اللي هي الحمرا، هنحط عليها شويه من البابريكا، وكمان حطيت عليها شويه شطه، وبس جهزت معانا كده التوميه. نيجي بقى للشاورما. هنحط بقى طاسه كبيره فيها الزيت سخن جدا، وهننزل بالفراخ بتاعتنا في الزيت زي ما انتوا شايفين كده، ومش هقلبها خالص، هسيبها زي ما هي كده لحد ما المية بتاعتها تنشف منها زي ما هتشوفوا دلوقتي. بعد المرحلة دي اهي ببدأ ان انا بقى اقلب فيها كده بقى من تحت لفوق واشوح فيها كويس، وبرضو هتنزل كمية مية كتيرة. سبتها تستوي فيها لحد ما جفت خالص منها زي ما انتوا شايفين كده. كده هي استوت وبقت جاهزة معانا. انا بحب اضيف عليها شرائح من البصل والفلفل، واديهم كده تقليبه مع بعض لحد ما البصل يدبل فيها. بعدين بقى خلاص هي كده خلصت وجهزت معانا. طفيت عليها النار وضفت عليها نص حبة طماطم، وممكن تستخدموا بقدونس، انا ما كانش متوفر عندي. وكده الشاورما بتاعتنا جهزت. هنيجي بقى في عيش تورتيه، هنحط شوية من الشاورما، وكمان هنحط شوية من التومية زي ما انتوا شايفين. انا بحب اعمل الساندوتش عشان يبقى طعمه حلو. شوفوا بقى التومية القوام بتاعها مسك عما كنا عاملينها في الاول، وبس. ولفتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نيجي بقى للخبز الصاج. انا بحبها في خبز الصاج جدا، بتبقى جميله وطعمها لذيذ. وفي طاسه فيها مسح من الزيت، وهنبدا ان احنا نشوحها على الجنبين لحد كده ما يتحمر وتاخد لون وتقرمش. وشوفوا لي بقى الجمال، تحفه جدا جدا. شاورما مضمونه بايدينا في البيت بنظافه، ملناش دعوه بالمطاعم بقى. عايزه اقول لكم برضو ان هي بتبقى في عيش التورتيه بتبقى حلوه برضو، ممكن تاكلوها في صمون. بنقطعها بقى وبتقدموها جنب التومية. وجربوا الطريقة وإن شاء الله تعجبكم. أشوفكم على خير.